هو في ايه يا جدعان؟ مش هنلم بس هراد ونشوف اللي ورانا؟ اللي هننام فيه هنصحى فيه. زيزو زيزو زيزو، خلصنا يا جدعان. انديه بتتضرب بالعقل. ريال مدريد مشى كريستيانو رونالدو هو هداف اوروبا، قال له ليه؟ قال له شوف انت جاي لك من يوفنتوس قد ايه، روح ربنا معاك، انا سياستي ان انت تاخد قد كده. راح يوفنتوس ما خدش دوري ابطال اوروبا تاني، 3 سنين بيخسر. سكاوتنج رودريجو فينيسيوس فالفيردي، هوب دوري ابطال مع ريال مدريد. هتعاني بعدها شويه بس انا بقول لك ده اداره برشلونه جالهم ميسي اللي بدع الكوره، اللي بدعها. قالوا معناش، مش هنقدر، احنا اسفين. مشي. وانا بقول ليه كل ده؟ على ايه اصلا؟ على ايه اصلا؟ على ايه؟ إيه الشيء الفاجر ده؟ موسم 22 اللي زيزو كان طاير في الجو فيه، كنا بنلعب على التحولات، وكان ماسك فورمه عندي دلوقتي، وكان بيحل اكتر من كده دلوقتي. كل حاجه كان بيعملها احسن من كده، ومع ذلك ضربات الجزاء كانت مساعده في ارقامه دي. دلوقتي ما بيفيدكش في اللعب المقفول. والفيديوهات عندي رجعت شرحت لك 100 مره، وبالحالات وباللقطات وبالفيديوهات. لما الملعب بيتقفل عليه بيبقى اقل لعيب في الملعب، يبص تحت رجليه، مش بيحافظ على كره ضغط براحته، ما بيرقصش واحد على واحد، ومش بيعرف يستلم تحت الضغط في وضع مريح يترن باللعيبه، يسلم ويستلم. مفيش يا ابني. ده يا ابني الشمال لما بيضم لجوه ما بيعرفش يحط بساط في اخر الخط معدوله، لازم يعمل عرضيه طويله. والله ما بضلك، بكلمك كوره.